فاضل كما أشرنا في بداية هذه الحلقة، فغادي نواصلوا حديثنا على فريق الكوكب الرياضي المراكشي. بالأمس كان معنا السي رشيد نونة عضو المكتب المسير، ومشكورا أفادنا وأفاد المستمعين والمتتبعين والجمهور ديال الكوكب الرياضي المراكشي بمجموعة ديال المعطيات الخاصة بالفريق. الآن غادي ننتقلوا إلى الجانب التقني، والكل يتحدث عن فريق الكوكب من الناحية التقنية، من ناحية المشاكل اللي مطروحة في الفريق، كذلك الوضعية ديالو التقنية، خصوصا أنه فريق غنقولوا بأنه يعني يمكن تم تشكيل فريق في ظرف قياسي. لهذا الغرض نستقبل معنا مشكورا السي محمد القيسر مدرب فريق الكوكب الرياضي المراكشي، رغم الالتزامات ورغم مجموعه ديال الظروف فهو الان غيتواصل معنا، ومره اخرى كنحييه على التواصل وعلى الجرأه ديالو، وهكذا باش نقربوا المستمعين الكرام ديالنا كما وعدناهم دائما على غاديو بلوس المعلومه من المصدر ديالها، وتكون معلومه اللي يعني توضح الصوره العامه ديال فريق الكوكب، وايضا اجتناب هذا الكلام وهذا الحديث وهذا الضبابيه في بعض المعطيات. فمشكورا سي محمد القيسر على التواصل مع راديو بلوس. سي محمد القيسر، مرحبا بك معنا ضمن برنامج صدى الملاعب. السلام عليكم، مرحبا شرف، مرحبا المستمعين. اذا السي محمد القيسر، بطبيعه الحال غادي ندير واحد الخلاصه ومن الموقع ديالك كمسؤول اول على الفريق تقنيا. اخر يعني لقاء معك كان على مستوى الندوه الصحفيه ديال التقديم ديالك وايضا الطاقم التقني، والسي محمد القيسر كنت صريحا في نقطه واحده، انه فريق الكوكب يعرف يعني واحد الوضع كارثي ووضع صعيب تقني، خصوصا انه تم تشكيل الفريق في ظرف قياسي. مع توالي الزمن اكيد بانت مجموعه ديال المعطيات الاخرى. فالسي محمد القيسر كخلاصه لهذا لمده تقريبا ديال واحد 3 اسابيع ولا 4 اسابيع على اشرافك على فريق الكوكب المراكشي. كنظن بان الندوه الصحفيه كنا صرحاء مع الصحفيين ومع المتتبعين ومع المحبين ديالنا. حاولنا نفسروا الجمهور ديالنا والانتوراج ديال الكوكب الاكراهات اللي غنبدو نواجهوا هذه السنه، يعني الاكراهات اللي كلشي كيعرفها. كنظن بان القياس اللي حاولنا نلموا الصفوف ديالنا في 48 ساعه ونوجدوا فريق اللي هو تنافسي، الامور كانت صعيبه. كنظن بان واجهنا يعني برمجه اللي شويه كانت قاسيه بالنسبه لنا. جرينا 7 مباريات في ظرف 25 يوم بدون تأهيل. من هذا المنبر كنبغي نشكر اللاعبين على الانضباط ديالهم رغم المحدوديه ديال العدد ديالهم. نشكر الطاقم الطبي والتقني اللي بذلوا واحد المجهود كبير باش حاولنا نتجاوزوا هاد 7 مباريات يعني بدون مشاكل كثيره لا بدنيا، حتى في النتائج ما كانتش نتائج اللي هي كبيره، ولكن على الاقل حاولنا نسيروا هاد الفتره اللي كانت جد صعبه. اقل خسائر كان تاهل كاس العرش، مباراتين في 5 مباريات حسمنا 3 نقاط. لحسن الحظ ديالنا يعني حتى التنقيب ديال الفرق الاخرى الان فهو جد متقارب، معنا مجموعه ديال الفرق في المرتبه ديالنا، ولكن هذه الفتره هذه اللي اجتزناها الان فكنظن بان صعيب. واللي صعيب هو المرحله القادمه مجموعه ديال الاكراهات. كنظن بان باقي المشكل ديال الانتدابات ما تحلش، المشكل ديال الفيفا، مشكل النزاعات ديال الجامعه الوطنيه الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم، مجموعه ديال الديون المتراكمه. اول ما باشرت العمل ديالي فكان عندي وعود من المكتب التنفيذي باش غادي نحاولوا نحلوا مجموعه ديال المشاكل، ولكن كنظن الان فجات فتره ثانيه والوقت ما كاينش كثير. كنظن بان المباراه غادي تكون في من هذا الشهر، يعني مجموعه ديال الاكراهات. كنظن بان هذه مرحله اخرى انتقاليه بالنسبه لنا باش نحاولوا نرموا الصفوف ديالنا. كنظن المشاكل الكثير اللي عند المكتب المسير كما قلت لك خاصه الديون المتراكمه، فغادي تحاول تكون حاجز، تكون عائق بالنسبه لنا في هذه المرحله المقبله، خاصه بقرارات الجامعه الملكيه المغربيه لمعاقبه الفرق المديونه. كنظن بان كاين الفرق اقل مديونيه من فريق المراكشي ممنوعه من الانتدابات. حنا غنقدروا نواجهوا واحد المشاكل كبيره الا ما حاولناش نبذلوا واحد المجهود اللي هو مضاعف. من القرارات اللي خذت الجامعه الملكيه مؤخرا، فكنظن حتى اللاعبين اللي عندك معاهم نزاعات يمكن في 20 من هذا الشهر هذا يصبحوا احرار
احرار، يعني يحق لهم ينتقلوا لاي فريق اخر مع ضمان الجامعه الملكيه المغربيه للحقوق ديالهم. قد يكون عائق اخر، يعني قد الا ما حيناش مشاكل ما غاديش نقدروا نتابعوا لاعبين لا هنا يصبحوا احرار. يعني كنظن بان مشاكل كثيره. كنظن في هاد اليومين يعني اجتماع مع الرئيس والمكتب المسير، كنظن بانهم هم اجتمعوا الامس باش نوضعوا واحد المجموعه ديال السيناريوهات باش نحاولوا نجتازوا هذه المرحله اللي غتكون جد صعبه. كما قلت لك اخ شرف، حنا في اول الندوه الصحفيه كنا صرحاء مع المحبين ديالنا، حاولنا نفصل لهم الوضعيه ديال الفريق ديالنا. حقيقه الفريق ديالنا فريق القاب، فريق اللي دائما كينافس، فريق اللي كبير، الجمهور ديالو القاعده الجماهيريه ديالو بالالقاب ديالو، ولكن مرحله جد صعبه. ما كانش التفهم ديال الجميع وما كانش واحد المجهود مضاعف من المكتب المسير منا حنا، فالامور غادي تكون اصعب من هذه الفتره اللي اجتزنا لحد الساعه. جيد. بطبيعه الحال السي محمد القيسر، يعني هذا تشخيص منطقي وتشخيص اللي هو واقعي ديال الكوكب. يعني الامور راه واضحه عند الجمهور. الجمهور تيبغي فريق ديالو يشوف مستويات، ولكن يعني كما نقولوا يعني الامور هكا غاديه. الان السي محمد القيسر غتكون واحد المرحله ديال التوقف. هذه المرحله كيفاش غيتم استغلالها؟ ويعني ولو انها قصيره، ولكن غير اقل حاجه بعد هذاك الضغط ما غيبقاش، غتولي عندك واحد المرحله ديال التدريب، غتحاول تخدم بهذوك الامكانيات اللي عندك. يعني هذا مساله اللي خاص الجمهور يفهمها ويعرفها. فريق الكوكب ما غيقدرش يدير اكثر من هذا الشيء. يعني تكون كيف ما كانت الامور. يعني اول عائق هو المساله ديال الانتدابات. ما غيمكنش غتلعب بفريق مع فروق اللي هي كذلك قويه في هذا القسم، وبهاد اللاعبين خاصك امكانيات اخرى. فهذه المرحله يعني كيفاش غيقدر يتعامل مع الطاقم التقني السي محمد؟ كما قلت لك اول الموسم فضعيف اي تقني ولا يعني عارف بخبايا كره القدم يكون عنده واحد التصور كيفاش نجتازوا هذه المرحله اللي فاتت. فحاولنا نجتازوها باقل خسائر، ولكن كنظن بان هذه الفتره هذه غتكون اصعب، خاصه عندنا اسبوع واحد راحه. وكنظن بان هذا الاسبوع ما يمكنش ننتدب لاعبين الا ما تحل المشكل ديال الانتدابات، لا بالنسبه للفيفا لا بالنسبه للجامعه. الوقت جد ضيق، رغم تنتدب لاعبين فيبقى عندك اسبوع باش تساير. يوم 20 من هذا الشهر غتكون تفتح الفتره ديال الانتقالات، ولكن تفتح فتره الانتقالات وانت في المنافسه، يعني ما يكونش عندك واحد الهامش من الوقت باش الى تحل المشكل ديال الانتدابات. فضروري تنتدب لاعبين اللي هما عندهم تنافسيه، ولا ننتدب شي لاعبين اللي هما ما عندهمش تنافسيه فغادي يكون الامر صعيب. حتى هما ما غادي يتاقلموا ويحاولوا تكون عندهم تنافسيه حتى تمر واحد 5 ولا 6 مباريات، غادي يكون الامر شويه صعيب. نظن بان فتره جد صعيبه من جميع النواحي تقنيا ماديا، ولكن حنايا حاسين بالمسؤوليه. هذا الفريق ديالنا اللي عنده فضل كبير علينا، نحاولوا نردوا ليه جزء من الامور اللي عطانا كلاعبين. هذا الظرف فين نساعدوه، حنا كنبذلوا قصارى الجهد ديالنا في هذه المعطيات الصعيبه. كنظن بان التضافر المجهود ديال المكتب المسير ديالنا بهذه المجموعه ديال المجهودات باش يحل مجموعه ديال المشاكل خاصه الماديه. كنظن بان السي رضوان حنيش عبر بان هناك ازمه ماديه جد خانقه، مجموعه ديال الديون. يعني الفريق كما كنقول دائما في مرحله انعاش، فريق مراكشي حقيقه كبير، ولكن الظرفيه الآنية هي جد صعبه. ما كانش تضافر الجهود فتكون المرحله صعيبه، ولكن كنظن بان تضافر الجهود ديال المسير والجمهور كان متفهم الفتره اللي حنا كنجتازوا، ونحاولوا نستقطبوا لاعبين اللي يحاولوا يساعدونا في المرحله المقبله. فكنظن بان عندنا من المقومات باش نحاولوا نجتازوا. من جهه اخرى كنظن بان هذا رساله للفرق اولمبيك مراكش اتفاق المولوديه. فإذا ما استطعناش باش نحلوا المشكل ديال الفيفا، فكنظن بان يحاولوا يساعدونا. كاين لاعبين اللي ممتازين ولكن عندهم عقود. في الفتره السابقه فعجبنا مجموعه ديال اللاعبين اللي قدروا يستقطبوهم الفريق ديالنا، ولكن كنظن بان الفرق ديالهم متمسكه بهم. اذا كانت هما يحاولوا شويه يضحوا معنا مجموعه ديال اللاعبين اللي عجبنا بهم اللي قد يعطونا اضافه، فكنتمناو يحاولوا يسهلوا علينا بعض اللاعبين باش يحاولوا يساعدونا في الفتره المقبله. خاصه هاد اللاعبين اللي كان التكوين ديالهم فريق مراكشي،
فكنظن المجهود ديال الجميع باش نحاولوا نخرجوا من هذه الازمه باقل الخسائر. وهذا كلام معقول ومنطقي يا سي محمد القيسار، لان الفريق ديال الكوكب هو الفريق الاول بالتاريخ ديالو برجالاته بمجموعه ديال المعطيات. فحتى هذا الامر هذا بطبيعه الحال يعني حتى المسؤولين ديال هذه الفروق اللي تكلمتي عليهم، لا الاولمبيك لا المولوديه ولا الاتفاق، يعني حتى هما راه بغاو يشوفوا فريق الكوكب في المستوى ديالو. يعني اكيد انه هذه المساله مزيان يكون هذا التواصل مع هذه الانديه، خصوصا ان واحد المرحله من المراحل كانت واحد القطيعه الان، مزيان يكون هذا التواصل، وهذا كلام معقول السي محمد القيسر. بالمناسبه كذلك بالامس راك حضرتي انت والسي رضوان حنيش في المباراه ديال الامل بين فريق الكوكب مراكشي للامل ورجاء بني ملال ضمن البطوله الوطنيه، وهذا امر جد ممتاز لانه غيعطي واحد الدعم معنوي لهاد اللاعبين، وربما يبان لاعب او اكثر من ذلك يعني اللي يمكن انه يعزز الصفوف ديال الفريق الاول السي محمد. فكنظن بان الان بدينا واحد المرحله اللي هي جديده. كنظن بان انا قضيت في الفريق 10 سنوات، يعني عندي علم كثير بالمركز التكوين، بالتواصل دائم مع السي رجيله عبد الحفيظ رجيله اللي هو المدير التقني، كذلك مع الاخ ديالي والزميل ديالي كمال صالحي والمساعد ديالو علي غندوري، يعني وبعض المؤثرين هناك. فدائما احنا في تواصل مشترك. كما قلت لك في الاول، فالاكراه اللي كان على الفريق الاول هو على الفريق، هو على مركز التكوين. وكنظن بان اهلوا مجموعه ديال اللاعبين في الفتره جد متاخره. كنظن بان الماده الخام موجوده، ولكن حتى هما راه ما قاموش بتهيئ اللي هو بروفون. يعني كاين واحد المشكل بدني، ولكن كماده خام كنظن بان لا كمال صاحي لا الاخوان لا سيرجيلا عاملين بالحسبان ديالهم هذا العائق هذا البدني، غادي نحاولوا نجتازوه. ولكن كماده خام كنظن بان فريق مدينه مراكش ماشي الكوكب مراكشي هي زاخره بالمواهب. كنظن بان كما قلت لك في الاول احنا محتاجين لاعبين من اقسام الهواة. غنحاولوا ان شاء الله نركزوا باش تكون النواه ديال فريق الكوكب مراكشي من ابناء الفريق، باش كنحاولوا نربحوا مجموعه ديال الامور، لان التجربه بينات بان اللاعبين ملي تيكونوا ابناء الفريق فتيكونوا كيضحيو اكثر، يعطيو للفريق اكثر. احنا غادي نحاولوا نلعبوا على هذه المعتاده ديال الاكراهات الماديه، لان احنا رغم كل شيء ما نقدروش نجلبوا لاعبين بمبالغ ماليه كبيره. فالان ضروري نتوجهوا الماده الخام اللي عندنا، وحنا عندنا الثقه في المؤطرين ديالنا في القنصلي ولا في العمل اللي كيقوموا به الفرق الهواة باش يحاولوا يطعمونا مستقبلا. نعم سي محمد القيسر، كذلك باش ما تفوتناش الفرصه ونتكلموا ايضا على يعني الطاقم اللي هو معك، راه تكلمت عليه في البدايه، خصوصا في المساله كتهم الاعداد البدني، لان هذه المرحله ديال يعني تاسيس فريق او تشكيل فريق في ظرف وجيز، عدد المباريات اللي لعبته، الاكراهات اللي مطروحه، فالاعداد البدني كان هو عنده دور مهم في يعني في المنظومه ديال الفريق. بطبيعه الحال قبل ما نهضر على هذه النقطه هذه، كنظن بان راه اللي عرفت الجمهور الكريم راه الفريق الوحيد اللي كنجلس انا الوحيد في التحتيات. يعني ما المساعد المدرب غير مؤهل، مدرب الحراس المرمى غير مؤهل، المعد البدني هو اللي مؤهل الوحيد، والدكتور. يعني الفريق الوحيد اللي كنجلس انا وحدي دكه احتياط، يعني حتى الطاقم التقني غير مؤهل باش يجلس معايا في المباريات. وهذا راه مشكل السي محمد. هذه النقطة راه يمكن الأغلب ما عارفاش، راه مشكل كبير باش أنه يولي المدرب خصو يدير الخدمة ديال واحد المجموعة ديال الناس أخرين، ومع الأسف يعني ما حاضرينش معاك. راه هذا تنزيدوا على المشاكل اللي مطروحة السي محمد. بطبيعة الحال ملي كثير مقابلة ديال كرة القدم ديال مجموعة ديال الأفكار اللي كتداخل اللاعبين، وشخص واحد ما يمكنش يوصل مجموعة ديال الأفكار، خاصة ملي كتكون المباراة يعني في المجريات ديالها. كنظن بان المساعد المدرب عنده الدور ديالو، مدرب الحراس عنده الدور ديالو، كيرسل رسائل للحارس ديالو. يعني هنا هذا اشكال، ولكن الفريق ديالنا هذا حنا كنضحيو الساعه بما تحملنا مجموعه ديال المشاكل كنعانيو صراحه. ولكن هذه فرصه باش كنحاولوا نوضحوا للجمهور ديالنا الاكراهات اللي عندنا. فاحنا ماشي الان كما تنقولوا كنتشكاو، ولكن كنوضحوا المعيقات اللي عندنا في العمل ديالنا، اللي هي يعني موضوعيه وكل شيء تعرفها. اما كنظن بالنسبه كما قلت لك في الاول، فكنظن الطاقم التقني راه من المستحيل الفريق يكون قام باستعداد جيد ويلعب 7 مباريات خلال 25 يوم. يعني ربع مره كانت كنظن في التاريخ ديالكم مراكشي باش كتلعب هذا الكم من المباريات واحد الظرف اللي هو وجيز، واحد العدد ديال اللاعبين اللي هو جد محدود. والحمد لله ما كانوش عندنا شي اصابات كثار. كنظن بان كريم الدرهم اللي كيجلس في الاحتياط وما كنستافدوش منه،
يعني كنحاولوا غير نكملوا منه لائحه الدرهم اللي ترجعناه يعني بسرعه. وكاينه مجموعه ديال الاعطاب اللي كنظن بان طاقم طبي برئاسه الدكتور اركان يعني واحد المجهود كبير بالنسبه للاستشفاء وبالنسبه للريكيبيراسيون. المعيد المدني سي عبد اللطيف قايم واحد المجهود كبير في العمل ديالو اللي يشكرون سي فوناكا وسي غوميري. كنظن بان الطاقم التقني حس بالمسؤوليه. هادو كلهم يعني كيعبروا وكيوصلوا دي ميساج بوزيتيف للاعبين. عارفين المسؤوليه اللي عندنا، عارفين عندنا جمهور اللي عريض ما كيرضاش بشي نتائج اللي مجانبه باش تكون ايجابيه. حاسين بالمسؤوليه فريق اللي كبير. يعني كنحاولوا نكونوا ايجابيين، كنحاولنا كنمثلوا لي ميساج ديالنا الجمهور ديالنا والمحبين ديالنا. عارفين الناس كيتسناونا مجموعه ديال النتائج ايجابيه، ولكن كنطلب منهم يتفهموا الوضعيه اللي فيها. هذا الفريق ديالنا الان كنظن بان موسم تضحيه، ضروري كل شيء يصبر كل شيء يضحي باش نحاولوا نجتازوا هذه الفتره اللي هي جد صعبه بالنسبه للمكتب المسير، بالنسبه للاعبين، بالنسبه للطاقم، بالنسبه للجمهور. وكنظن بان كاينه مؤشرات كبيره بالنسبه للوضع العام. يعني ملي كتكون حسن نيه كنظن بان بالتوفيق ديال الله سبحانه وتعالى غادي نحاولوا نتجاوزوا هذه المعوقات كلها. سي محمد القيسر، كختام، لان الكلام ديالك معقول، ما كاين ما نناقشوا فيه، لانه شخصت الوضعيه بطريقه اللي هي مهنيه وبطريقه اللي الجمهور يفهم اش واقع تقنيا في فريق الكوكب. نعطيك واحد المساحه من الزمان باش نختم معاك هذا اللقاء مشكورا، وان شاء الله نستضفوك في برامجنا وتكون ان شاء الله نتائج وتكون يعني الامور اكثر يعني من هذا الوضع هذا. تفضل سي محمد القيسر. بطبيعه الحال فانا قبل ما نوافق باش نكون مدرب فريق كوكب مراكشي، فالموافقه ديالي كانت عن حب فريق اللي خديت فيه 10 سنوات. انا الان ما كنقومش بالدور ديال المدرب، فكنقوم بالدور ديال المسير، ديال المدرب، ديال اللاعب. يعني حاس بالجمهور، حاس بالمحيط. يعني مجموعه ديال الاخوان اللي قالوا لي زعما ان الاختيار ديالك زعما غادي يكون صعيب، ولكن كنظن الا انا ما حاولتش نساعد الفريق ديالي في هذا الدرس، فكنظن في ان يعني انت غادي يكون الوقت باش نساعد الفريق ديالي. احنا غنتوكلوا على الله سبحانه وتعالى وغادي نعملوا، وكنتمنى من الدعوات ديال الجمهور ديالنا والتوفيق من الله سبحانه وتعالى. وكنشكركم كثير اخ شرف والمستمعين الكرام. سي محمد القيسر، مدرب فريق الكوكب الرياضي المراكشي لكرة القدم، كنشكرك بطبيعة الحال على الصراحة ديالك وعلى الجرأة ديالك في تحليل المعطيات التقنية ديال فريق الكوكب الرياضي المراكشي، وشخصتي لنا الوضعية بشكل عام. نتمنى ان شاء الله في الايام المقبله ان الامور تتحسن اكثر والفريق يبدا يسترجع الوضعيه ديالو يعني في هذا القسم اللي هو قسم صعيب، القسم الوطني الثاني لكره القدم. باش نكونوا واقعيين مستمعينا الكرام، ففريق يعني الفرق كلها استعدات، كلها وجدات الى الكوكب اللي ما دار حتى شي تحضير قبل بدايه البطوله، لان البطوله كانت فتره ديال التوقف قصيره. اذا من